الاهلي بيكسب بلديه المحله 2-1، فوز مهم في توقيت مهم في مرحله مهمه جدا. كان مهم ان انت قبل نهائي دوري ابطال افريقيا تحصل على ال 12 نقطه من اصل 4 مباريات، والحمد لله قد كان قدرت ان انت تكسب الاربع مباريات، وده شيء مهم جدا ان انت تكسب بشخصيه وروح واصرار وعزيمه لاعبي الاهلي. النهارده شخصيه الاهلي تكون حاضره، ده شيء مهم جدا لان انت هتحتاجه في ماتشات كتيره جدا في الدوري، هتحتاجه وانت بتلاعب فرق عندها تكتل دفاعي والهدف هيتاخر، هتحتاجه لو انت متاخر بهدف وتقدر ان انت تقلب السيناريو وتكسب. فالمهم النهارده ان انت قدرت تكسب بشخصيه الاهلي، لان في الدوري هتشوف ماتشات من دي كتير جدا بعد ما تخلص افريقيا. كان مهم ان انت تكسب بشخصيه الاهلي. اجمل ما في المباراه النهارده هو حكم الرايه، الحكم الثاني الحكم المساعد احمد عبد المنعم، عمل كل شيء مثالي من حكم مساعد، عمل كل حاجه تحييه عليها. حكم لغى للاهلي هدفين، والهدفين من تسلل صحيح، حسب على الاهلي كذا تسلل وكلهم تسلل صحيح، جميع قراراته كانت صحيحه. الاجمل وهو واقف واثق في نفسه وبيدعي ربنا ان الكره او قراره يطلع صح، وده بيدل على النزاهه اللي موجوده عند الحكم، وان الحكم ده عنده ضمير وبيعمل شغله على اكمل وجه بما يرضي الله، وده اللي مطلوب في كره القدم ومطلوب من حكامنا المصريين. كان شيء مميز جدا من الحكم النهارده بصراحه، اتبسطت من الحكم وكل قرار كان بياخده كنا كلنا بنقول الحكم ده فعلا قراره كان صحيح. النهارده الاهلي اول حاجه اول مكسب عمله في اللقاء انه منع ان واحد زي ده ياخد اللقطه عليه هو وجمهور الزمالك، والكل يتكلم بقى ان ابناء الزمالك بتكسب الاهلي والكلام اللي احنا بنسمعه ده. عرف كل واحد قدره وقيمته، حط كل واحد في مكانته الطبيعيه، احتفل براحتك، اعمل علم النمسا وعلم علم نبله والسهم واللي انت بتعمله ده عادي جدا. المهم في النهايه تبقى عارف ان انت هتخسر واحتفالك ملوش 60 لازمه، احتفال شيكابالي. فده كان مهم جدا النهارده ان انت تعلم على الناس اللي زي كده. النهارده الاهلي بيكسب وبيقدم مباراه كبيره جدا، وسيبك من اللي بيقول لك ان الاهلي قدم مباراه ضعيفه، الاهلي قدم مباراه قويه جدا قدام فريق بيدافع بال11 لاعب، قدام فريق تقريبا 10 لعيبه مع الحارس داخل منطقه الجزاء. فكونك ان انت بتخلق فرص كتير جدا وما بتكونش موفق، كونك ان انت بتعمل جيم كبير جدا وبتقدر تعود في النتيجه وتقدر ان انت تسجل هدف واثنين، بتسجل هدفين وبيكونوا من تسلل. الاهلي النهارده قدم جيم كبير جدا. الاهلي في الشوط الاول تخيل بيوصل لمرمى فريق بلديه المحله او بيخلق 6 فرص كلهم من داخل منطقه الجزاء، رغم التكتل الدفاعي من فريق بلديه المحله، الا ان الاهلي قدر يخلق 6 فرص من داخل منطقه الجزاء، فرصتين لتاو واحده بشماله وواحده بدماغه، فرصتين لكهربا والاثنين من داخل منطقه الجزاء، فرصه لرضا سليم وكانت من ناحيه الشمال وشاطها وخبطت وطلعت فوق العارضه، وفرصه في اخر الشوط الاول لامام عاشور شاطها بشماله وخبطت وطلعت برضه فوق العارضه. فالاهلي قدم اداء استثنائي الشوط الاول، والشوط الثاني قدر بعد حتى تاخره ما قدرش، يعني قدر كولر بالتغييرات سواء بوجود قفشه او عمر كمال او حتى موديست، وان كان سجل هدف بس ضيع كره سهله جدا، لكن بتغييرات كولر وبالهدوء بعد ما استقبلنا الهدف قدرنا ان احنا نعود في النتيجه، قدرنا نسجل هدف واثنين وقدرنا نحصل على 3 نقاط. فالاهلي قدم اداء جيد جدا واداء قوي جدا. خلي بالك انت بتلاعب فريق بيصارع من اجل البقاء في الدوري، بتلاعب فريق على ارضه وان كان جمهوره ما كانش موجود، كان موجود جمهور الاهلي، وبتلاعب فريق بيلعب بجيم دفاعي بحت من اول دقيقه لاخر دقيقه. فانت قدرت ان انت تكسب ال3 مباريات. مش هقول لك اعجاز اللي الاهلي عمله، لكن الاهلي قدم جيم قوي جدا في ظل الضغوطات والماتشات الكتير اللي الاهلي لعبها الفتره اللي فاتت، وفي ظل التفكير في نهائي دوري ابطال افريقيا. فانت عملت ماتش كبير وماتش قوي جدا. اللي كان النهارده بس كانت النقطه السلبيه الوحيده من كولر، وقلتها امبارح في بوست وقلتها كتير، قلت ان كان لازم يكون موجود وسام ابو علي على الدكه تحسبا لسيناريوهات المباراه. اي سيناريو اي حاجه ممكن تحصل شبه اللي حصلت دي كان لازم يكون موجود وسام، يقدر ينزل يصنع الفارق، يسجل من انصاف الفرص، يقدر ان هو يرجع لك بالنتيجه. وكان وجوده مهم جدا على الدكه. لكن في النهايه الاهلي الحمد لله قدر يكسب، قدم جيم قوي جدا. نسبه الاستحواذ بتوصل لل 75 وال 76%، بيسدد على المرمى اكتر من 13 تسديده داخل المرمى، منهم تقريبا 7 أو 8 تسديدات. فالاهلي عمل جيم قوي جدا. الحمد لله على المكسب. نركز في افريقيا، نركز في نهائي دوري ابطال افريقيا، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. اتمنى من كل واحد يشوف الفيديو ده، لو لسه اول مره بشوف قناتي تشترك في القناه، فعل الجرس وسيب لايك وكومنت للفيديو، وان شاء الله اوصلك كل جديد.